أنا أشوف في مقابلاتك وفي لقاءاتك أنه دائما تقول المشايخ بشكل عام الشخص يحتار من الشيخ اللي يروح الفتاوي يسمع الفتاوي وقت ما يكون عنده شيء يعني. فخلاص احترنا ما نلقى الشخص أو الشيخ اللي يكون مناسب ونثق في علمه وفي رأيه. هل الدين جاء ليعارض الحياة ولا ليواكب الحياة؟ لا أكيد ليواكب الحياة أكيد. أنت الآن تسألني من رجل الدين اللي نأخذ منه فتاوى، صح؟ بالضبط. انسى رجل الدين، ما هي الفتوى التي نأخذها؟ هذا أفضل السؤال. أنت لما تقول من رجل الدين الذي نأخذ منه الفتاوى كأنك تضع رجل دين مرجع للدين، هذا غلط. قول كالآتي: ما هي الفتوى التي نأخذها؟ أعطيك مثال. كم عمرك أنت؟ أنا عمري 28. من أي دولة؟ من قطر. والنعم. الحين لما أقول لك شو حكم زراعة الكلية؟ زراعة شو؟ الكلية. والله أنا على حسب علمي إنه يجوز. ممتاز. قبل 10 سنين كانت حرام. هل هذه الفتوى لو أنا قلت خذ الفتوى من الشيخ والشيخ أفتى لك وأنت مريض في الكلية أنت انتحرت؟ لهذا انظر للفتوى. هل الله عز وجل قال ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا؟ لا يقصد الله بس الصدقات والماء، بل يقصد أيضا الدين. حتى فتاوى الدين لما أنت تفتي فتوى تحيي الناس تدخل في قوله تعالى ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. رجال الدين كل رجل دين له جانب مخطئ من الفتاوى، كل رجل دين له جانب مظلم من الفتاوى. فأنا لما أقول لك خذ الفتوى من الشيخ فلان فقط كأني أجعل الدين مع فلان، لا، خذ الفتوى التي تناسب الحياة وتواكب الحياة وتواكب العصر. خذ الفتوى التي لا تتعارض مع مقاصد الشريعة. أعطيك مثال ثاني: ما حكم زراعة الأعضاء؟ ما يجوز. أنا ما أعتقد إنه ما يجوز. 90% من المشايخ قال لا يجوز. هل هذه الفتوى توافق الحياة ولا تعترض على الحياة؟ أكيد تعترض مع الحياة. من أولى الدود في المقبرة ولا أنا آخذ قلبي أعطيه لإنسان يحيا؟ أكيد تعطيه لشخص يعني. بس هم مثلا لما قالوا ما يجوز هل مثلا اعتمدوا على حديث أو على آية أو حتى وين اعتمدوا؟ مفهوم الدين فرق بين نص الدين ومفهوم النص. الفتوى ليس الدين، خذها قاعدة: الفتوى ليس الدين، الفتوى عبارة عن فهم نص الدين. فهم نص الدين. الدليل أن الفتوى متغيرة. لو كانت الفتوى الدين ممنوع تتغير. يعني بمعنى آخر، وش حكم الخمر؟ عندك إزعاج هوا، شو حكم الخمر؟ الخمر أكيد حرام. هل رأيت واحد يغير الخمر يخليه من حرام لحلال؟ لا. إذا لا يحتاج فتوى لأنه دين، لكن لم يتغير. أما الفتوى لو تغيرت يصبح الشك في الدين. لهذا الفتوى هي مفهوم لنص الدين وليست الدين. كم من فتوى تغيرت؟ أعطيك مثال: قبل 20 سنة ماذا كان حكم قيادة المرأة للسيارة؟ يعني أنا سمعت مشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين هو يقول تسوق الوعادي يعني، بس إنه يقول لك يعني درءا للفتنة أو كذا أو الشبهة أو هذا سد باب الذراع. سد باب الذراع أكبر جريمة دخلت علينا بالفقه الإسلامي. انسى سد باب، الحين بشرح لك ليه. لكن قبل 20 سنة وش حكم قيادة المرأة للسيارة؟ يعني هو يقول لك إنه حرام. ممتاز. لو أخذناها أن هذه فتوى الدين، فتوى أنها دين، فتوى الآن تغير. كيف الدين يتغير؟ لكن هي فهم النص، فهم نص الدين وليست الفتوى دين. فأنت لما تقول لي من نأخذ الفتاوى، انظر للفتوى لا للقائل. انزين كيف مثلا من مثلا او الشخص اقل شيء يكون اثق في فتواه؟ طيب انا مثلا عندي فتوى مثلا في سفر مثلا اسوي شيء او ابي اشتري شيء او ابي قرض مثلا من البنك، كيف اشوف مثلا مشايخ القرض ما يحتاج فتوى، الربا حرام. لا مو مثلا في بنوك اسلاميه. البنوك الاسلاميه فيها جائزه ما فيها مشكله. بعض العلماء قال غير جائزه وبعض العلماء قال جائزه. خذ الفتوى من مصادر التشريع في دولتك من الاوقاف وريح راسك. الاوقاف يعني تنسب للدوله. الاوقاف لا، فتاوى الاوقاف لا تخرج باسماء رجال، تخرج باسم هيئه، تخرج باسم وزاره، تخرج باسم مؤسسه حكوميه. لا تنتسب الفتوى لاحد، تنتسب لاسم المؤسسه. لكن انت لما اقول لك خذ الفتوى من مثلا الشعراوي افتى بتحريم مثلا زراعه الكليه، افتى بقتل تارك الصلاه، هل معنى خطا؟ اقول اخطا الشعراوي في اماكن واصاب في اماكن. اقول لك خذ الفتوى من الشيخ فلان، اخطا في اماكن واصاب في اماكن. وانت الله عز وجل وضع لك عقل حتى تحكم. اعطيك مثال:
ما حكم طاعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ واجب أكيد. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام أمر سرية أن تخرج ووضع عليهم أمير، وقال للسرية أطيعوني، من أطاع الأمير فقد أطاعني. طيب. اللي يطيع رئيس السرية أطاعني. خرج الصحابة، فرئيس السرية الآن شو حكم طاعته؟ أنت اعتبر نفسك معهم، شو حكم طاعته؟ واجب أكيد. ممتاز. فقال لهم اجمعوا الحطب، جمعوا الحطب. قال أشعلوا النار، أشعلوا النار. طاعته واجبة. قال اقذفوا أنفسكم في النار. هي أكيد هنا بيكون طاعة معصية. ليه؟ شغلت مخك أنت. فقام رجل من الصحابة قال والله ما اتبعناك إلا هروبا من النار، كيف تأمرنا أن نقذف أنفسنا في النار؟ لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لأنها خالفت مقاصد الشريعة، خالفت مقاصد الدين وهو إنقاذنا من النار، فكيف تأمرني ألقي نفسي في النار؟ فلو الصحابي ما شغل مخه وأخذ النص كما هو بالاتباع لقذف نفسه في النار. كذلك الفتوى، لما تصل فتوى لك شغل مخك. كثير من الفتاوى الآن لو أخبرك إياها تضحك. في فتاوى أقسم بالله لو أخبرها للناس ما يصدقون إنه الشيخ فلان أفتى بالفتوى. أعطيك مثال، في فتوى موجودة في جوجل، افتح اعتبرني كذاب، من عالم معتبر. أنت الآن ماشي بالسيارة، قلبت السيارة، احترقت السيارة، أمامك امرأة في السيارة، شو حكم إخراج المرأة؟ حكمها يجوز أكيد. طب أنت تلمس امرأة أجنبية، بس في حالة اضطرارية، يعني في قاعدة أظن تقول تدري شو أفتى الشيخ؟ قال لا يجوز لمس المرأة وعلينا انتظار الإسعاف وأن تكون في الإسعاف امرأة. شوف إلى أين طب هذه الفتوى مش مو خالفة الدين، هذه خالفة الإنسانية والعرف والعقل. كيف أنت تنتظر امرأة تتكسر وتحترق وتتعاني من الألم؟ ممنوع أنا ألمسها كمسعف وكإسعاف، والله لا أنتظر امرأة تنقذها. افرض تنزف، افرض تعاني من كسور، افرض اريد اخرجها من النار. تخيل هذه الفتوى افتى بها عالم. طب لماذا لم تاخذ انت بها؟ انت الان لماذا لم تاخذ بها؟ بانها فتوى شاذة تعتبر. ليست فتوى شاذة، انا ضد كلمة فتوى شاذة. خرجت اسمها فتوى، فتوى تخالف العقل، تخالف الدين، تخالف منظومة الحياة. نعم. مع اني لو اذكر لك اسم الرجل بتقول لا مستحيل يفتي هذا الكلام. لا، افتى، موجودة في جوجل، موجودة وباسمه وختمه. لا يوجد فتوى شاذة، يوجد فتوى تخالف العقل، وإلا الفتاوى كثيرة في عصرنا. أيوة، جزاك الله خير يا شيخ، ما قصرت. الله يسعدك، شكرا لك.